شنو اغرب الاشياء اللي صادفتك خلال تغسيل؟ والله ازيد من حاله صارت. هذا السؤال. ايه. هذا بالاخير السؤال بي انا. ايه. زين. شلون تعرفون انه هذا الانسان من تغسيل انسان صالح وانسان غير صالح؟ والله ازيد من حاله صارت وياي، يعني حاله من عندهن يتقلب الوحده كان الميت. اي. ورغم ما كملنا تغسيل غسلت عليه قال خادم الامام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. يعني يكون خفيف. اي بشكل. زين. هم مرات يجيك مثل اثناء التغسيل انه تشوف انه هذا الشخص يجيك مبتسم، تشوفه مبتسم. مبتسم ويضحك، ازيد من الامارات. شنو السر؟ هذا السبب. والله ما ادري. يعني اثناء تغسيله يشوف انه هو مبتسم ويضحك يبكي. ازيد من حاله صارت وياي. يعني مر عليك. اي مر علي. تشوفه اثناء دموع. التغسيل دموع. اي. سبحان الله. ايه. ومرات هذا اذا كان عينه مفتوحه يشوف احد من اقاربه تنسد عيونه وقت التغسيل. هي شو اسمه؟ اي. يعني كل نقدر نقول كل جثه تختلف عن الثانيه. على الثاني احسنت. زين. مرات هم تحس يجوك حالات تحس انه هو متصلب متشنج يعني اي حاله واحده كان يعني هذا. شنو قصته هذا؟ اي. يعني تعرف شنو قصته؟ كان تعبان شوي بحياته. اها. اي. يعني هو اعماله مو زينه؟ اي عاصي لله سبحانه وتعالى. فتحس انه اي متعبه بشكل يعني. زين. اي. هم مرات تمر عليك يعني خلال انه هاي مسيرتك ال 20 سنه تجيك مثل يعني اموات انه تتاثر بيهم وتبكي عليهم. والله دائما البكي هو. زين. ازيد من حاله تصير وياي. زين. يعني خصوصا اذا كان شاب حادث بانفجار يا ستار. اي. يعني ويكون سهل بالتغسيل. اي سهل. ومرات هم تجيك حالات حتى ريحه طيبه يعني تطلع من عنده مره من المرات. جايك على سؤالك الطيبه. ومرات هم تجيك حالات انه تتمنى بس تطلعها وتخلص من عندها. يعني مره يمكن صارت وياي. اي. صعب. صعبه تصير كلش. شلون نقدر نميز الانسان الصالح من الغير صالح اثناء التغسيل؟ قبل شوي سالتك هذا نفس السؤال. ايه. لكن قلت كان لك جوابك هذا مختصر. الخادم الحسين هذا سلام الله عليه يعني. شنو قصته هذا؟ والله الوحد يعني كنا اثنين وهو كان ضخم جنازه ماكو ويتقلب الوحده كان. وحده. اي ومن دغت عليه المي ونور طلع من وجهه. اي. سبحان الله. منو اكثر تتاثر بتغسيله؟ الطفل لو الشاب لو الكبير بالعمر؟ لا الشاب هو شوي ازيد يصير. اغرب موقف او حاله صارت عندك اثناء تغسيلك للشاب؟ اي هذا الشخص يعني بوقتها بانفجار. اي كلش للصبح ما نمت. يعني عمره 18 سنه تقريبا كان. اي والوحيد لاهله على 6 بنات. اي كلش تلمت عليه يعني. مرات هم يجون اطفالهم وياهم؟ اي. شلون تصرف هذا الموقف؟ شو يصير بيك؟ والله بكي اقضيها. يعني لحد البارحه بالليل انا الله شاهد قلت لك ل 11 بالليل انا ابكي. شنو القصه صارت لك البارحه؟ هو انا غسلته وكملت وتدري هذا الحكم الشرعي ما يصير يكضه بعد الغسل. هو كاظه قبل الغسل، من كملنا الغسل بعد ما يجوز احد يكضه. اي فاجا قال لي بس اريد ابوسه. ابنه خطأ. اي كلش ألمني يعني. الله يسعدك. الله يكرمك. هسه نجي لسؤالنا الرئيسي، اغرب القصص والمواقف اللي مرت عليه خلال مسيرتك 20 سنه. ازيد من حاله والله صارت. خلينا نسمع. اي انت حكيت لي عن قبل اللقاء، لكن اليوم انا والساده المشاهدين حاب نسمع مثل شنو؟ والله قلت لك عندي طفل قعد يعني جابوه بثنتين بالليل الكهرباء طافيه. اي. فقالوا روحوا نجيكم ورا ساعتين 3. فغسلناه بالخمسة الصبح دغت عليه المي قعد. سبحان الله. ايه. كم ساعه ظل عندكم؟ لا هنا بس فترة الغسل. اي. يعني كان ما ميت. اخذوه المستشفى بعد من فرحتهم هم. ايه. حتى ثاني يوم جابوا لنا هدية وجابوا شربت طلع عدل. اي عدل. الحمد لله. يعني عمره سنة تقريبا سنة وشوية. زين. ايه. زين بعد الحالة الثانية زلمة كبير بالعمر غسلته وكملته خذوه للبيت. بالبيت قعد بس شافته قعد. هاي قصه حكيت لي بطريقه تفصيليه انت والسيد سيد علي الله يحفظكم ان شاء الله. يعني انه هذا الرجل توفى وطوهم شهاده الوفاه. وفاه وغسلنا وكفنا. غسلته وكفنته. خذوه للبيت، بنته كانت بغير محافظه. زين. فمن طبت للبيت قعد تقريبا ساعه ورجع مات. سبحان الله. يعني تكفنته وغسلته كملت وخلت مفاصل وعينه والاشياء كلها وخليتوه بالتابوت وصلينا عليه. وصليتوا عليه. وديتوه لمن؟ للبيت. بيتها كانت بنته ما موجوده وياهم؟ كانت بنته مسافره يعني؟ مسافره بغير محافظه وقالت لهم ما يطلع ابوي لحد ما اجي. زين. تقريبا ساعه بقى وياها وتوفى. يعني بقوا الجثه بالبيت؟ بالبيت. اجت بنته؟ شافته وهو عدل ورجع مات. سبحان الله. يعني قام. قام. سبحان الله.
هو اكو شباب وبنات يشوفوا انه عاصين اباهم وامهاتهم، ويشوف انه بعيدين، لكن بلحظه الموت تحس انه بعد هي هاي الحقيقه الوحيده هي هاي. هم مرات تشوف تعاركون يمك على ورث على شيء. اي هواي صارت عندنا. نسمع قصه. اي وحده منهم غسلته وكملته وتعاركوا على السياره مالته. زين. يروحون بها للنجف قال لهم مو زين على التايرات ابنه. ابنه؟ اي ما رضى يخلي ابوه؟ على السياره. سبحان الله. الحاله الثانيه بصمته هنا. شنو هاي القصه البصمته هنا؟ والظاهر عنده املاك يعني. اي. وعندهم ورث فمتعاركين الظاهر على الورث، فضبط بصمته هنا قبل لا يجون الولد من المستشفى. مني بنته؟ اي. يعني ابوها متوفي؟ يعني الظاهر مكمله المعامله هي ما هي الامر. جت هنا بس بصمه. الله اكبر. إيه. يعني ابوها متوفي؟ متوفي ايه. ومخلين انتم على المغتسل؟ عدتش هنا وجت عشان تشوف ابوها. اي. ولا حد يبقى يمي وبصمته. شفتوها؟ ايه. الله اكبر. لان هذا الحبر يبقى باليد. ايه. شنو من نفس؟ إيه. شنو من دناء هاي؟ قابليه. شنو القبل؟ يعني الاب انه متوفي متوفي ايه. ودا يتغسل حتى يتكفن. إيه. يعني ممكن لا تبكي على راس ابوها، ممكن تاثر على ابوها. بصمت على ولد. ورا ما سمعت صار يعني انتم قضيه، صار عندكم مشكله الموضوع هذا؟ بعد هم ثاني يوم احنا جو طلبوا شاهد من عندنا، لان الحبر قالوا لقيتوا حبر بيده. ايه. هم سمعكم قصص تصير ويا النساء؟ هي زد من قصه احنا العلويه قعدت بيتها. ها والله قاعد تغسل بيها هنا وقعدت. ها يعني هذا المكان نساء ورجال؟ رجال ايه. النساء اللي عندكم هي تغسل إيه. الموجودات. إيه. شنو صار هاي القصه؟ هي تغسل بيها وقعدت. فزت. إيه. هو راجعين للحياه؟ إيه هواي يعني. احنا هسه يمكن 4 5 اللي قعدوا عندنا هنا. ما شاء الله ما شاء الله، مكان مبارك يعني. يعني هاي كلها رسائل. اي طبعا. هم شوفوا يتعظون من ياخذون جثثهم اهاليتهم لو عندهم طريقه. والله قله يا استاذ. اي كلش يعني. يعني اتوقع هسه انت تروح دفان ورا نص ساعه انت تجي للمطعم تاكل. ولكنك دافن انسان عزيز عليك. هم سامع قصص عن الدفانه، مثل اكو جثث يعني ترفضهم الارض. خلال اتصالنا وياهم دائما احنا تعرف أي. احنا ناخذ جنايز ندفن النجف. يعني ازيد من حاله انا سامع يعني القاع ترفضه ما تدفنه. تكرم حيوانات تطلع مفترسه يعني عقرب ما عقرب اثناء الحفر ماكو. اي. اكيد اكو فرق بين حسن الخاتمه وسوء الخاتمه. طبعا. يبين عندكم؟ والله انا احس به. زين، يعني أكو هاي 20 سنه احس بها يعني انسان مخلص. أي. عابد الله سبحانه وتعالى بصوره صحيحه، جنازه سهله بتصير بشكل تبين يعني. عندكم. اي. يبين عندك. يبين انه هذا الانسان اعماله زينه. اي يعني واحده منهن ما نجيب اسمه احنا. اي بدون ذكر اسمه. اي يعني متعبه بشكل. سياره ما لقينا، تابوت ما لقينا، نايلون ما لقينا. ورا ساعتين اتصلت بهم قالوا احنا انقلبنا بالحله. الله اكبر. بالله الكريم. لا شنو الاعمال يعني. اي. ومرات تكون سهله. سهله كلش، قلت لك هذا خادم الامام الحسين سلام الله عليه، انا عجبني. يعني الاثنين من الناصريه هو. زين. اي.